مساء الخير، عاملين ايه في الشتا ده؟ احلى حاجه تشربها في الشتا شوربه فراخ. اليومين دول الواحد بيمر باكتئاب، هو على طول اكتئاب. معرفش ده بقى اكتئاب الشتا ولا الاكتئاب المعتاد بتاعنا، ولا اكتئاب نص الشهر اللي هو المرتب ابتدى يخلص ده. ومفيش مرتب بابا اللي ابتدى يخلص المعاش بس. فقعدت افكر بقى ايه هي ما يسمى بالاجنبي الكومفورت شوز، او اللي هي الحاجات اللي احنا بنحب نسمعها لما نكون عايزين نهدي دماغنا. فانا هقول لكم عن شويه الكومفورت شوز بتاعي. زمان لما كنت بشتغل كانت الكومفورت شوز بتاعي كلها لازم تكون حاجه جديده وحاجه اجنبيه. انا كنت دايما يعني شغلي كان اجازه خميس وجمعه، كنت بشتغل سبت حد اتنين تلاتة اربع، الخميس والجمعة اجازة. فكان ساعتها بينزل برنامج اللي هو امريكان هورور ستوري وريفر ديل، تمام. فكنت حابة اتفرج عليهم، يعني كانت تنزل الحلقة الجديدة بقى، كانت بتساعدني ان انا اخرج من جو الشغل وكده. كنت بشتغل مهندسة استقبال في مركز صيانة سيارات، لان انا اصلا خريجة هندسة عين شمس يعني، قسم سيارات اكيد. فكانت لازم الحاجة اللي اتفرج عليها تبقى جديدة وتبقى اجنبية، معرفش ليه يعني، لان كان في حاجات عربي وحشة، ما اقصدش ان كان العربي وحش يعني. ثم بقى بعد كورونا وحالات الاكتئاب والبانيك اتاكس، بقيت لازم اسمع حاجة سمعتها 100 مرة وعربي. بقيت زيهم اللي هي تفتح المسلسل تعيده 60 مرة، على حسب بقى المسلسل اللي ببقى فاتحاه يعني. ساعات المسلسل ده طبعا لن أعيش في جلباب أبي، ده حاجة معروفة يعني ستاندرد. عندي أختي سهى بتحب تعمل كروشيه، فلما تيجي تعمل الكروشيه تشغل لن أعيش في جلباب أبي، بدء ذي بدء يعني. أنا كمان عندي اللي هو بين القصرين وقصر الشوق، بحبهم خصوصا في الشتاء. بحس ان المسلسل ده كله اجواءه بتدور في الشتاء، ما اعرفش ليه، رغم ان مفيش اشاره لكده يعني. بل ان في حلقه بعد وفاه ابنهم الكبير بيقول لها الصيف السنه دي جاي مشرف جدا. قصر الشوق بالذات وبين القصرين بحس ان هما دايما بيدوروا في الشتاء، وانا بحب المسلسلات اللي اجواءها شتويه. في بقى حرمت يا بابا، بحبه جدا، الجزئين لان احنا في البيت اصلا كلنا بنات. فانا كنت دايما احب اي مسلسل او فيلم يبقى فيه اب مع بنات بس كده ويقعد بقى في مشاكلهم، خصوصا لما يجيبوا اب لذيذ يعني زي حسن حسني في المسلسل. عذرا انا نفسي قصير اليومين دول، هنعمل تحاليل ونكتشف الموضوع. ايه كمان؟ في فيلم عربي اني راحله، ده انا خنقتهم فيه. يعني في البيت اختي سوا بقت حافظه المقدمه الموسيقيه او اسمها تا 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 تا، بس تبدا تعيط انا بحب الفيلم ده. لمن لا يعرفه، هو فيلم ظريف كده من ايام زمان، كان مأخوذ عن قصة ليوسف السباعي، والبطولة المديحة يسري وعماد حمدي. وهو من الافلام يعني الدرامية الرومانسية، بس بيعجبني يعني، بحبه قوي وبيرجعك بقى للزمن الجميل، حيث لا مشاكل، وحيث الستات لابسة فساتين وشكلها قمر، والرجالة شكلهم مهندم كده يعني، ولابسين بدل وبنطلونات لحد هنا دي بتاعت عماد حمدي بس. فانا بحب الفيلم ده كمان. حاجات بقى كوميدية ما بقاش ليا في الكوميدي قوي، بس ممكن اتفرج على رايح المدام، بيضحكني جدا، خصوصا حلقة لبنان اللي هي الحلقة اللي عملوها مع صالح عبد النبي، مسخرة الصراحة يعني. ممكن اشغل مقاطع منها. الوصية كمان، خصوصا إخلاص أبو شرف، أنا كان نفسي يعملوا فيلم
لشخصية إخلاص أبو شرف وسمسم، حيث أن تنشأ قصة حب ما بين الست إخلاص أبو شرف وما بين سمسم، وهي بقى تبطل تكون يعني ست مش كويسة وتحب سمسم، وسمسم ده بقى يورونا ازاي هيتعامل مع ان هو يسامح في الماضي ده. معرفش، دي كانت فكرة جايالي، يعني الشخصيتين دول لايقين على بعض. ما بقيتش احب اسمع اغاني قوي، الا اذا كانت بقيت اليومين دول بقيت احب الاستاذ عبد الوهاب، محمد عبد الوهاب. ما اعرفش ليه طالبه معايا محمد عبد الوهاب. طبعا مرحله ام كلثوم اللي هي احنا الاول بنتريق على اهلنا بيسمعوا ام كلثوم ازاي، ثم احنا نسمعها. بحب محمد عبد المطلب، لكن الاغاني الجديده بقت بتعصبني شويه، معرفش ليه يعني. بقيت بحس ان هما بيزعقوا، خدت بالي من الموضوع ده. بمناسبة الكوميديا بقى، كان في برنامج عامله علي أنزيل، اللي هو ستاند اب كوميدي، اللي هو بيعملوا السكتشات، حد يتكلم بقى وكده يعني. كان في برنامج هو عامله اسمه، اللهم صل على النبي، كان اسمه اديكم من خبرتي. وكانت السيم بتاعه ان في واحد اللي هو علي أنزيل كان معمول يعني في 2021 ايام الكورونا لما كان لسه في حظر وكده يعني. فهو الموضوع عبارة عن ان في بتتبعت له اسئلة على بصراحة او اسك اللي هي محدش يعرفها، وهي اسئلة عاطفية وهو بيرد عليها بطريقته. فانا في الليلة دي كانت يعني لسه الدنيا عالية قوي عندي في البناء كالتاكس وكده يعني. فكانت انا يعني جات لي، هو لحد دلوقتي يعني عندي وسواس قهري، بس كانت ساعتها الوضع صعب شويه. فكان بيتهيألي مثلا وانا قاعده ان انا مش عارفه اخد نفسي، ان انا بلعت لساني. فكنت متهيألي ان خلاص ان انا بلعت لساني وان انا مش عارفه اتنفس. ف ساعتها كانوا كلهم نايمين في البيت، ويعني حاجه رزله يعني ان انا صاحي حد يعني. هو اوحش حاجه في المرض ان انت تضطر تبقى عايز حد يساعدك يعني. ربنا يشفينا كلنا. فالمهم يعني جيت بقى حاسه خلاص انا لساني اتبلع مع اني بتنفس، بس هي الوسواس بقى. فشغلت حلقة من اديكم من خبرتي، ده كان جنبي اللابتوب مفتوح، فرحت دايسة على اليوتيوب. وكان في سؤال معين عن مربع حب، 4 بيحبوا بعض، وهو ساعتها قال اكسبريشن كده، انتوا في علاقة كل واحد فيها رافع مسدس على التاني، عارفين الصورة بتاعت سبايدر مان وكده يعني. فانا رحت ساعتها ضحكت اوي على الرد، لان هو كان بيقوله بطريقته طبعا. فقعدت اضحك ولقيت ان صوتي عالي في الضحك. فقلت بس انا مادام صوتي عالي في الضحك دلوقتي خلاص انا ما يعني خلاص انا كويسه، انا مش بلع لساني، وعدى الحمد لله. ساعتها البانيك اتاك دي بعت على، كان ليهم جروب اسمه الصحابه علي قنديل، بعت قلت لهم على الموقف ده وتمنيت ينشروه، والله ما عارفه نشروه ولا لا يعني. بس فدي من المرات اللي ضحكت فيها الحمد لله. ضحكنا والضحك جاب نتيجة يعني، الحمد لله. بس هي دي غالبا الكومفورت شوز بتاعتي، او الحاجات اللي بحب اتفرج عليها لما يعني لما عاوزة اكون اكثر هدوءا. انتوا بقى ايه الحاجات اللي بتحبوا تتفرجوا عليها لما تعوزوا تكونوا اكثر هدوءا؟ قولوا لي في الكومنتات. باي باي.